حد يعرف ليه لما بنحط الورقة على الشمعة بالشكل ده بتولع عادي، ولو جبنا ورقة تانية نفس النوع ولفيناها على الكوباية بالشكل ده وعرضناها للشمعة بالشكل ده زي ما انتوا شايفين الورقة ما بتولعش؟ مهما نسيبها على الشمعة برضو الورقة ما بتولعش. حد يعرف ليه؟ هنجرب نحطها تاني. زي ما انتوا شايفين برضو الورقة ما بتولعش. الوقت بيعدي والورقة برضو ما بتولعش. الورقة من الناحية التانية سليمة، ومن الناحية دي فيها سواد الشمعة وما بتولعش. والموضوع اللي احنا بنتكلم عنه مش شبه موضوع البالونة. يعني احنا لو جبنا بالونة عادية وحطيناها على الشمعة هتفرقع بسهولة، ولو جبنا بالونة فيها مية وحطيناها على الشمعة مش هتفرقع بسهولة. تعالوا نجرب ونأكد الكلام اللي احنا بنقوله. دي بالونة عادية هنحطها على الشمعة، في لحظة واحدة فرقعت وطفت النار وكله تمام. طيب لو حبينا بقى نكرر التجربة تاني على بالونة فيها مية وحطيناها على الشمعة، زي ما انتوا شايفين البالونة مش بتولع. مهما تسيب البالونة على الشمعة مش هتفرقع. ليه بقى الكلام ده بيحصل؟ شايف المنظر؟ في البالونة الأولى الموضوع ما كملش حاجة. هنجرب نحطها وقت أطول. اللي بيحصل ده يا جماعة سحر. لو انت تفهم بقى الكلام ده بيحصل ليه تبقى عبقري. لو عرفت السبب ليه البالونة مش بتفرقع وليه الورقة ما ولعتش اكتب في الكومنتات، ولو ما عرفتش استنى فيديو هشرح فيه الكلام ده بالتفصيل. يلا سلام.